إلى حوار تواصل مشاهدي الكرام. أنا ما أدري كيف أبدأ بهذا الحوار، لكن أكثر شيء أعرفه أنه أنا أقول أنه أهل الصعيد أهل الطيب والنخوة والشهامة، وباللهجة المصرية الجدعنة. يعني حاجة نشوفها دائما، سواء بالتعامل معهم في السعودية أو إذا ذهبنا لهم في مصر أو إذا شفنا عبر البرامج اللي ينقلونها، وأيضا بعض المسلسلات اللي تنقل الصورة الحقيقية لهؤلاء. اليوم مشاهدي الكرام معي شخصية غريبة جميلة رائعة وانتشرت في السوشيال ميديا. أنا ما أدري شخصيا هل هي سعودية أو مصرية أو صعيدية، ما أدري. خلينا أول شيء أرحب فيه وحياك الله يا أبو يزيد، وأهلا وسهلا فيك. يا مرحبا يا مرحبا يا استاذنا، وعامل ايه؟ يا مرحبا. يا مرحبا بأهل الصعيد ويا هلا وسهلا فيك، كيف حالك؟ نحمد الله ومشرفينا قناة الرسالة دي ما نطلع على التلفزيون بتاعها والله. يا سلام يا سلام على أهل الصعيد. كيف الحياة الجميلة اللي عشتها هناك واللي هنا؟ حدثنا عن الصعيد يا حبيبي. طبعا الصعيد ده يعني بلد اهل كرم وشهامة واهل نخوة يعني، وفيهم الكرم والله. وانا لبست اليوم اللبس بتاعهم والجلابيه دي والشال والعمه بتاعتهم، عشانهم اهل كرم واهل وفا يعني، من الناس اللي ما يشرفون والله. والأكلات اللي عندهم، الحركات والذكر البط والمشلتت والمش ايوه، والجبنه كده القديمه ما يقول عنها معفنه، وده الاسم يعني، ولا هي بالصلاه على النبي بس كده يعني بيسموها جبنه قديم. ايوه، وزرطات البط كده والملوخيه بالارانب والحاجات دي يعني، ما نعد كتير يعني. يا سلام. طب انا كذا خليك معايا يا ابو يزيد. انا عندي هنا في شباب، المخرج انا عندي من مصر الحبيبه، وعندي المصور حقي شعبان من مصر الحبيبه. انا ابغى ابو شعبان، ايش رايك ابو يزيد من الصعيد؟ تتوقع من وين؟ من سوهاج، بني سويف، المينا، ايش رايك؟ اسيوط؟ اديني المنطقه اللي من الصعيد، ايش رايك؟ خلنا بختبر مشاهدي الكرام، واحد من الشباب المصريين عندي هنا ويختبر ابو يزيد موجود. ها، خليه يتكلم مره ثانيه وتطلع اللهجه حقته، ايش رايك؟ يلا تفضل ابو يزيد، كلمنا عن الصعيد وعن الحياه اللي هناك الحلوه. يا مرحبا. اسمه ايه ده اللي عندك بالاعداد دي؟ اسمه شعبان. يا شعبان، ده نورك ملا المكان. واقول لك من الصعيد انت بتيجي وتنور كل مكان. اخوك الصعيدي من مش عايز اقول عشان انت كده. ايوه عاوزين نختبره. ايوه عايزين نختبرك ونشوف، والكلام ده على المكشوف. اهل الصعيد اهل الكرم واهل الوفا والله، ومشرفينا دي قناه الرساله، بنخش معاهم على طول. واجدع ناس والله. واجدع ناس على راسنا من فوق، ومنورين يا جماعه الربع. طيب يا شعبان، ها كيف؟ سوهاجي. الله، كيف جابك يا ابو يزيد؟ ها؟ لا ايوه، الرجل ده باين عليه بلدينا، واللي ما بعد عنه يرجع ينادينا. طيب انا عاوز انك تنقل الكاميرا يا مخرج على شعبان، ممتاز، عشان اقول له حاجه كذا نفاجئه فيه. ايش رايك بانه ابو يزيد سعودي؟ ابو يزيد اثبت له انه سعودي، اثبت له. حياك الله اخ شعبان، حياك الله، وهذا الشرف لي ظهوري عبر قناه رساله، قناه الجميله المتواضعه، ونقل جزء بسيط من ما نمثله امام اهل الصعيد، اهلنا واخواننا اهل الكرم اهل الوفا. انا من الناس اللي اتشرف والله اني البس الجلابيه والشال والعمه الصعيديه وامثلهم والله. انا سعودي، ومعاك اخوك علي مبارك بن اسعد بن سعيد القحطاني. ونعم. تقمصت ما عليك زود، تقمصت اللهجه الصعيديه بالزي باللبس كامل، وكان هذا من منى قلبي، واللهم لك الحمد والشكر اللي اتقن اللهجه الصعيديه باللبس والصوت والصوره. نعم. يا سلام، ايش رايك يا شعبان؟ ابهرك ها؟ ضابطها اكثر من المصريين. ما كثير من الجماعه الربع كده يخش يقول والله العظيم انت صعيدي ابا عن جاد. وشوف للمعلوميه اني ما عمري وصلت مصر ولا نزلت مصر ولا عمري سافرت نهائيا. انت ابو يزيد، هذا اصبر دقيقه، هذا تصريح، انت ما عمرك رحت مصر ابدا ولا رحت للصعيد نهائيا؟ ما وصلتها، ما عمري وصلتها. بس اللهم معلومات. طب اخذت اللهجه من وين؟ اللهجه والله تدريب، هو خلينا نقول نوعا ما تدريب، وكان حوار يدار بيني وبين نفسي الى ما اتقنت اللهجه، وحفظت بعض المصطلحات، حفظت بعض المناطق في مصر في الصعيد منها صهاج. ولو سالني احد من وين من صهاج اقول له من درده،
بلد الرجال ولا عايز يتفتح من ده. يعني انت ماخذ مركز داخل المحافظه يعني. نعم ايوه، فتلاقي مثلا الصعيدي ما يدري عنها، انت ما دخلت في الخصوصيات. طيب. نعم. وكثير ناس يعني حتى اثناء ما يكون لقاء ولا خيره انتشرت لي مقاطع كثيره عبر السوشيال ميديا، ايه. وسويت مقالب جميله في فضيله الشيخ عيض القرني وسلمان الجميلان، كانت منتشره على السوشيال ميديا. فعلا هذه كنا بنسال عنك، يعني انه في بعض المقاطع انه انتشرت نعم. بعض المشاهير. من اغلب المشاهير؟ الشيخ عيض القرني ذكرت لي، سليمان الجبيلان، من بعد؟ برضو الاعلامي عبد الحكيم الخليوي كان في مقلب، هو من المشاهير اللي عبر سناب شات ايضا ما صدق، وكان منزل مقطع عنده في اليوتيوب وفي في سناب شات. والاخ طراد الخالدي بعد هو اللي نشر لي مقطع اللي مع الاخوان العماله في المبنى، ايه. وكان هذا ماخذ صدى كبير جدا للامانه. اي، في المقطع اللي لك اللي دخلت انت كذا جابك رحت مزرعه، وفي واحد ايضا نعم. كان وقلت له انا ابغى اقيمك وابغى اشوف الشغل اللي معك. كيف؟ نعم. كيف؟ حتى اثناء اللقاء معهم هم صدقوا، حتى اثناء بعد ما خلصنا التصوير تحت الهواء ما كانوا مصدقين نهائيا، قالوا انت صعيدي ابا عن جد. وهذا الشيء يعني ما شاء الله. عيب عليك انك تتكلم علينا قدام الناس، أوه. وهذه انها تبقى بيننا يعني. خليها بيننا.